السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفنا، معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا برنامج بالهجايز بنقرا كتاب ونشرحه لك بشكل كامل. فلو ما بتحبش القراية أو ما عندكش وقت تقرا وعايز تستفيد بمحتوى الكتب، تمام. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعبي ده، كلمونا بالهجايز. ومعنا النهارده واحد من أهم الكتب في التربية، كتاب طفل المخ الكامل. من خلال الكتاب ده هنعرف مخ الطفل بيشتغل ازاي وبيتكون من ايه عشان نقدر نتعامل معاه، وكمان عشان نقدر ننميه ونطوره. والكتاب بيقترح علينا 12 استراتيجية نقدر نتبعهم علشان نحل مشاكل كتير وصعوبات كتير بتواجهنا كل يوم مع أطفالنا. يا رب تستفيدوا منه. طبعا كلنا قبل الجواز بيكون عندنا أحلام وردية بخصوص الطفل الجميل الكيوت اللذوذ أبو كف رقيق وصغير اللي احنا هنخلفه. طبعا مع كل واحدة هتكون واثقة من نفسها ومتأكدة يعني من خلفتها، وهي هتجيب ايه يعني غير غطاسه في العسل ورشه كمان عليه سكر، حاجه كده يعني ملزقه بزياده. طبعا كلنا بنبقى متخيلين كده مواقف بينا وبين اطفالنا قبل ما ربنا يكرمنا كده ونخلفهم. يعني ايه يا حبيبي، يلا ميعاد نومك جه، الساعه بقت 8، يلا اتفضل اغسل سريرك وادخل على سريرك، يلا تصبح على خير. يقوم على طول يقول لك حاضر يا ماما ويدخل سريره ويرقد في سلام. عارفين طبعا انتوا الولد ده؟ ده في احلامكم. الصورة المثالية دي طبعا في أحلامنا كلنا، لكن على أرض الواقع مفيش، ما تحاوليش. طبعا الباشا أساسا من ساعة ما نزل من بطنك وهو جايب زعابيب أمشير، متوقعة منه إيه يعني؟ ده لسه جاي لا شاف ولا سمع ونازل بيعيط. في إيه يا حبيبي؟ إيه المقدمة دي؟ بتزن ليه؟ هو إحنا لسه زعلناك في حاجة؟ هو أنت لسه عرفتنا ولا عرفناك؟ ده إحنا لسه يا دوبك باصين في خلقة بعض، يعني ما لحقتش تكون رأي عننا حتى ولا حاجة علشان تقعد تندب بختك وتحس بالإحباط. عموما مش بناخد الموضوع على صدرنا قوي وبنقول ده عيل ولسه مش فاهم حاجة وبنعديها له، لأن كده كده موضوع الزن ده مكمل معانا حوالي 10-12 سنة كمان لسه. وقبل ما يعقل يا جدعان، ناهيكي بقى عن الحوادث والكوارث والصدمات والبيت اللي بيتدغدغ والهدوم اللي بتبوظ وراحت فلوسك يا صابر والحنفية اللي اتسابت مفتوحة والشقة غرقت مية وإزازة الزيت اللي أخدها من المطبخ عشان يسقي بيها الزرع اللي في الصالة، وطبعا علب الكريم والشامبو والحاجات الشخصية بتاعتك اللي هي بتبقى دايما مستهدفة بالنسبة له، ويطلع عليكي بعد ما يقرر فجأة إنه يستحمى بعلبة الكريم كلها وتبقي يا عيني مش عارفة تعيطي على علبة الكريم اللي راحت، ولا تعيطي على نفسك وانت داخله تحميه ومش عارفه ازاي هتتخلصي من كميه الدهون اللي عليه عشان تقدري تتعرفي عليه اصلا من تاني. وفي وسط كل الصخب اللي احنا عايشينه من ساعه ما بنصحى لحد ما ننام، بتلاقي نفسك طول اليوم عماله تجري علشان تلحقي ده وتتفادي دوت وتنقذي ده وتتفادي الكوارث والحوادث. طب العيال دي هتتربى امتى؟ العيال دي لازم تتربى، بس امتى؟ مش ملاحقه والله، احنا طول اليوم اصلا بنجري ورا بعض. هنربي امتى بس؟ لا اطمني، في خبر كويس. الكتاب بيقولك انك ممكن في وسط الحوادث والكوارث والمواقف اليومية اللي بتحصل كل يوم تقدري تستغليها في انك تعلميهم وتوجهيهم وكمان تخليهم يكتسبوا منها خبرات ومهارات، زي الخناقات بين الاخوات. طبعا انت لو عندك اكتر من طفل في البيت فعن الخناقات حدثي ولا حرج. احنا بنفتح عينينا الصبح ونقول يا رب صبحنا وربحنا وبنعبدك ما تفضحش، وبنبدأ يومنا العادي بفضل اشتباكات يمين وشمال، وكل ام طبعا بيكون لها استراتيجية في فضل الخناقة واللي غالبا مش بننتهي غير بصوت حلو كده يجيب لاخر الشارع ويسمع الجيران كلها. واسكوت، مش عايزه اسمع صوت، انت اتفضل على اوضتك وانت ترزع هنا جنبي وانت اذهب للجحيم. طبعا انت لو اتصرفتي بالطريقه دي فمش معنى كده ابدا انك انت ام بتستسهل وبايعه القضيه وشاريه دماغك والكلام ده كله، لا، عادي جدا حقك انك تخلصي من الدوشه في وسط يوم كله دوشه وصراعات. فضي الاشتباك باي طريقه تريحك دلوقتي، ده مش هينقص ابدا من قدرك كأم بتحاول وبتعمل كل جهدها علشان تقدر تزق اليوم وتخليه يعدي بسلام عليها هي واولادها، بدل ما يرجع ابو العيال يضطر ينزل تاني يجيبك من اشاره المرور وانت بالبيجامه او يلاقيكي اكلتي عيل من العيال ولا حاجه. لكن لو قدرتي كأم قويه ومصابره وعندك اراده وعزيمه انك تحولي الخناقه دي لمناقشه كفرصه ان العيال دي تتعلم اي حاجه، فانت كده عظمه. هيتعلموا ايه بقى من الخناقه؟ اقولك، هيتعلموا انهم يسمعوا بعض بدل ما كل واحد بيصرخ ومحدش سامع التاني. ستوب، انت قول ايه مشكلتك، وانت قول ايه اللي زعلك، وانت زعلت من اخوك لما كلمك بطريقه وحشه. فتعلموا انهم يسمعوا بعض وكل واحد يفهم وجهه نظر التاني وفي نفس الوقت يقدر ان هو يعبر عن مشكلته وعن مشاعره. الخطوه الثانيه انهم يبداوا يوصلوا لحلول وسط، وازاي كل واحد يقدر يتنازل او يضحي بحاجه هو محتاجها علشان خاطر اخوه، او يتعلم ازاي يتفاوض معاكي او مع اخواته علشان ياخد حاجه هو محتاجها، او يتعلم ان هو يتسامح مع اخوه اللي لسه شاتمه او ضربه من شويه، ومش شرط يعني ان هو يدفعه ثمن غلطته، وان جريح الاخوه يشفى عادي، والطبيعي انك تسامح اخوك على غلطه.
كل دي نتائج إيجابية ممكن نطلع بيها من 100 موقف بيحصلوا لنا في اليوم، ونبقى في نفس الوقت فضينا المشكلة من غير ما نستعين بقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام ولا أي حاجة. وعشان نقدر ننفذ الكلام ده ونطلع منه بنتائج كويسة من غير أي خسائر، فلازم نفهم كويس ونتعرف على مخ الطفل عبارة عن إيه. بما إننا عشان نربي ونعلم ولادنا فإحنا مضطرين إن إحنا نتعامل مع عقول، فأظن إن ألف ب تربية إن إحنا نفهم مخ الطفل ده بيشتغل إزاي وعبارة عن إيه. كويس قوي، قلت لي بقى مخ الطفل عبارة عن إيه. مخ الطفل متقسم لأجزاء، كل جزء من المخ مسؤول عن وظيفة معينة، والعلماء قسموا المخ من الناحية الوظيفية ل4 أجزاء رئيسية: مخ أيسر، مخ أيمن، مخ الطابق العلوي، ومخ الطابق السفلي. ودول الأجزاء الرئيسية، لكن في أجزاء تانية ومناطق تانية متخصصة برضه. المخ الأيسر ده الحتة العاقلة اللي جوانا، ده اللي مسؤول عن التفكير المنطقي وتنظيم الأفكار. لما بنعيش أي حدث أو حكاية فالمخ الأيسر بيكون هو المسؤول إن هو يشوف التفاصيل ويسردها، وهو المسؤول إنه يحول الحدث ده لكلمات نحكي بيها، وكمان يعمل تسلسل للأحداث. هو اللي بيخطط لنا وبيعمل لنا قوائم وجداول لأفكارنا. أما الجزء الأيمن فده حتة العواطف يعني وكده، هو شمولي، بيشوف الصورة بشكل عام، ما بيشوفش التفاصيل، مش بيفهم الألفاظ ولا بيعرف يترجم، لكنه بيفهم الإشارات وتعابير الوش ونبرة الصوت. هو مهتم بجانب المشاعر واللي بتحس بيه وقت الحدث، مش بالحدث نفسه. أي حدث بتمر بيه بيخزنه في صورة صور وأحاسيس. يعني لما تقولك مع السلامة، فالمخ الأيسر هيترجمها مع السلامة، باي باي. لكن المخ الأيمن هو اللي هياخد باله من الاسترساية اللي على السين، وبيزعل وبيجيب ناس تزعل، وبياخد على خاطره وبيخزن صورتها وهي بتسترسلك على السين وخلاص بيعلم عليها. وفي المخ السفلي، وده جزء بدائي جدا ومسؤول عن توفير الحماية، وبياخد قرارات سريعة جدا وبينفذها من غير ما يرجع لك. زي لما تشكك إبرة أو تمسك حاجة سخنة قوي، فرد الفعل الطبيعي إنك تبعد إيدك مباشرة من غير ما بتلحق حتى تفكر ولا تستوعب إيه اللي حصل. أو زي إنك تلاقي فجأة أسد بيجري وراك، أنت لسه هتفكر؟ فك على طول. وفي بقى الجزء العلوي من المخ، وده جزء متطور جدا، وده بيكون مسؤول عن التفكير الإبداعي وعن اتخاذ القرارات السليمة، عن فهم الذات والتعاطف والأخلاق والفضيلة وكل الصفات الجميلة اللي بتحلم إنها تكون موجودة فيك أو في ابنك. فإحنا خلاص لما نعرف الأجزاء ديت ونعرف كل جزء إزاي بيشتغل هنعرف نربي العيال دي؟ لا، لأن القصة تكمن في إزاي نخلي الأجزاء دي تندمج مع بعضها، وما نسيبش كل جزء يشتغل لوحده ويسيطر. هنفترض ان احنا عايزين نخلي المخ يعزف لحن جميل، فلو كل جزء من المخ عزف منفرد هتكون النتيجة نشاز. هدفنا ان نخلي كل جزء يعزف مع التاني عشان يحصل التناغم ويطلع لنا في النهاية لحن جميل نقدر ان احنا ننسجم معاه. والخبر الحلو ان المخ في حد ذاته مرن جدا وقابل للتشكيل، والمدهش ان نمو المخ مش بيقف عند سن معين زي ما كنا فاكرين، لا ده مكمل في النضج والتشكيل لحد ما نوصل للشيخوخة. ايه بقى اللي بيشكله؟ بتشكله الخبرة، التجارب، الجينات، في جزء وراثي، الحاجات اللي بنسمعها، الكتب اللي بنقراها، التربية والقيم اللي بتتزرع فينا، المشاعر اللي بنعيشها والألم اللي بنمر بيه. كل ده بيساهم في تشكيل مخ الطفل، والموضوع بيكون أسهل لو عرفنا ازاي نقدر ان احنا ندمج بين أجزاء المخ المختلفة ونخليهم يندمجوا مع بعض، لأن في الاتحاد قوة. تخيل نفسك كده في وسط نهر، راكب مركب شراعي جميل، والنهر ليه ضفتين، ضفة بتميل ناحية الفوضى وانعدام السيطرة وطيارات وعواصف، وانت مش قادر تتحكم في المركب اللي انت راكبه من شدة التيار، فبتلاقي نفسك طول الوقت مضطرب ومرتبك. الضفة التانية من النهر هي ضفة الجمود، اللي هو كل حاجة مظبوطة زي الكتاب ما بيقول، وانت فيها مسيطر على كل حاجة، مسيطر على نفسك، مسيطر على مشاعرك، مسيطر على كل حاجة حواليك، مسيطر على ردود أفعالك وعلى تصرفاتك. ما عندكش استعداد انك تتنازل، تتفاوض، تتكيف مع اي حاجة غير اللي انت عارفه. ودي الضفة اللي لو وقفت عندها بالمركب بتاعك فانت كده غرست في الوعي. فعشان تحافظ على هدوءك وعلى سلامك النفسي لازم تحافظ على المركب الشراعي بتاعك ماشي في وسط النهر، لا تقرب للضفة دي قوي ولا تقرب للضفة دي قوي، خليك دايما منسجم في النص مع التيار. لا تقرب من الفوضى وانعدام السيطرة ولا تقرب قوي من الجمود والسيطرة التامة. صح اننا نفضل نميل بين الضفتين عشان نقدر نوصل في النهاية للتوازن، لا نبقى فوضويين وبنميل للفوضى وانعدام السيطرة، ولا نبقى جامدين قوي وكأننا مصنوعين من خشب لا عارفين نتغير ولا نتكيف ولا نتعامل مع الظروف اللي حوالينا. طول ما احنا محافظين على المركب في وسط النهر فاحنا كده بنتمتع بالمرونة وبالقدرة اننا نتأقلم ونتكيف مع اي ظروف بنمر بيها. والكلام ده ينطبق على الكبار وعلى الصغيرين على حد سواء. والكتاب بيقولك عشان تساعد طفلك ان هو يدمج الجانب الايسر من المخ مع الجانب الايمن فلازم نتبع استراتيجيات معينة.
وقبل ما نكمل احب ان احنا ننشط الذاكره بتاعتنا، وافكرك تنزل تشترك في القناه وتعمل لنا لايك جميل لو الفيديو عجبك، وتشيره وتبعته لاي ام او اب او اي حد قائم على تربيه اطفال علشان كلنا نستفيد. اول استراتيجيه معانا هي استراتيجيه الاتصال واعاده التوجيه، وهنبدا نتكلم عن كل استراتيجيه ونناقشها من خلال مواقف يوميه بتحصل معانا كلنا على حد سواء. واول موقف بنعاني منه كلنا، جه ميعاد نوم الولاد، يلا يا حبايبي ادخلوا ناموا، كله دخل ينام وتمام وزي الفل. مفيش 10 دقايق ولقيتي ابنك طالع من اوضته مفلوق من العياط. مالك يا حبيبي، في ايه؟ راسك تعبان ولا ايه؟ لا بس انتم مش بتحبوني، عيد ميلادي فاضل عليه شهرين بس ومحدش قال لي كل سنه وانت طيب، واختي بتقولي ان انتم مش هتجيبوا لي تورته في عيد ميلادي عشان معكوش فلوس، والمدرسه بيدونا واجبات كتير جدا وانا مش ببقى ملاحق ان انا اكتبها، وما عنديش وقت ان انا اعمل حاجه تانية غير ان انا اكتب الواجب، وكانتين المدرسه مش بيجيبوا الشيبسي اللي انا بحبه، عم حمزه بتاع الكانتين ده مضطهدني. فانا على طول كأم خبره ومخضرمه اول حاجه هتيجي في بالي ان الواد ده مش عاوز ينام، وطالع يشتغلني ويعمل عليا حوار علشان ياخر ميعاد نومه شويه. الواد ده عايز يبوظ لي نظام البيت، وانا بقى لازم ابقى ام حازمه وحاسمه. ابداي برقي له بمنتهى الحزم والشده، قول له بس بطل دلع، اتفضل على اوضتك يلا نام. بس هو مش هيدخل ينام، وبالعكس هيزيد في العياط وفي الشكاوي كمان. حتى لو سكت ودخل ينام فهو داخل ينام وهو حاسس بالقهر والظلم، وهينام وهو عنده مشاعر سلبيه كتير بايته جنبه على السرير، ومخه الايمن هيكون اشتغل ولقط لك صوره وانت بتعني فيه وخزنها كمان عنده. الصح بقى ان الواد مش بيشتغلك ولا حاجه، وان هو فعلا حاسس بالمشاعر السلبيه دي ومضايقاه جدا، والمشاعر دي بيكون مصدرها الجزء الايمن من المخ، جزء العواطف وكده. هو حاليا فاصل الفيش عن المخ الايسر وشغال بالمخ الايمن بس. ما تجيش بقى تناقشيه في المشاكل دي وتقولي له إيه عيد ميلاد ايه يا حبيبي، عيد ميلادك لسه فاضل عليه شهرين، لما يجي عيد ميلادك اكيد طبعا هنقول لك كل سنه وانت طيب، واكيد طبعا هنجيب لك تورته ونحتفل بيك. بتعيط بقى ليه من دلوقتي؟ وبالنسبه لاختك كانت بتهزر معاك، وبالنسبه للواجبات الواجبات دي مسؤوليتك وانت لازم تعملها. اقعدي بقى قولي من هنا لبكره. هو مش سامعك، هو بيعيط مفلوق من العياط، ما عندوش استعداد يسمعك خالص، ده ان كان سامعك اساسا. المفروض انك انت لو بتتكلمي وبتناقشيه وبتفهميه بالمنطق، فالمفروض ان اللي يستقبل الكلام ده منك هو المخ الايسر. وانا بقول لك هو شايل الفيشه، المخ الايسر مش شغال اساسا. قدام حضرتك هو المخ الايمن بس، وطالبه معاه بقى ندب واحزان. حاولي تتفهميه وتحسي بيه، قربي من ابنك وخديه في حضنك. ايه يا حبيبي كل الحاجات دي مضايقاك؟ انت معاك حق، في حاجات كتير قوي لازم نتكلم فيها، بس انا عايزاك تكون متاكد ان انا وبابا واخواتك بنحبك جدا ومش عايزين نزعلك ابدا. ولو عندك اي مشكله او في حاجه مضايقاك ادخل نام دلوقتي، والصبح ان شاء الله تقوم كويس كده نقعد نتكلم مع بعض ونشوف ايه المشاكل اللي عندك وايه الحاجات اللي مضايقاك مني او من بابا او من اخواتك، او لو حتى في عندك مشكله في المدرسه احكي لي عن الحاجات اللي مضايقاك ونشوف نقدر نساعدك ازاي. ادخل نام دلوقتي والصبح ان شاء الله هنتكلم. اثناء كلامك ده وتواصلك معايا بحضن او بطبطبه، وطبعا عينك في عينه، والتواصل البصري ده مهم جدا، هتلاحظي واحده واحده استجابته ليكي وان هو بدا يهدى شويه شويه ويسمعك. كده بدا يحصل بينكم التواصل. هو بيتكلم عن مشاعر، ما ينفعش في الوقت ده انك انت تكلميه عن المنطق والصح والغلط. وبعد ما حصل التواصل ده بينك وبينه هيبدا المخ الايمن يهدى ويرتاح ويفتح لك باب تقدري بيه تتواصلي مع الجانب الايسر من المخ. هو دلوقتي هيدخل ينام نوم عميق وهو مرتاح جدا، ولما يصحى الصبح اوعي تتجاهلي الموضوع، لا، في اول فرصه ابداي خديه كده واقعدي اتكلمي معاه، اسمعي كويس وشوفي ايه اللي مضايقه وابداي اتكلمي معاه بالعقل والمنطق، ساعتها هيفهمك ويستوعب منك كويس جدا. وبكده بداتي في عمليه التوجيه بعد ما تواصلتي معاه، وبكده يكون حصل التواصل والدمج بين الجانب الايمن والجانب الايسر من المخ. ودي الاستراتيجيه الاولى اللي هتتبعيها في موقف زي كده، او هتقيسي عليها مواقف تانية كتير بتعدي عليكي طول اليوم. الاستراتيجيه التانية هي استراتيجيه تسميه لتروضه، لا سميه يعني اعاده تسميه، يعني ما تفهموناش غلط. بنتي الكبيره وهي عندها 3 سنين اتعرضت لحادثه مع باباها وهي راكبه مع العربيه. الحمد لله العربيه اتدشملت، مش مهم، بس المهم ان هما الاثنين كانوا بخير. لكن فضلت التجربه دي مؤلمه جدا ليهم وليا انا كمان. واللي حصل ان احنا تجنبنا ان احنا نتكلم عن الحادثه دي خالص قدامها، لكنها فضلت لوقت طويل جدا بتخاف انها تركب العربيه. للاسف احنا غلطنا غلطه كبيره جدا لما ما اتكلمناش معاها عن التجربه دي. اللي حصل وقتها انها تعرضت لألم نفسي كبير جدا. مشاعر الألم اللي حست بيها وقتها اتخزنت في المخ الأيمن في صور. شافت صورة تصادم العربيتين، شافت صورة باباها وهو سايب العربية عشان يلحقها وهي واقعة في الدواسة،
شافت منظر العربية بعد الحادثة. كل دي صور خزنتها ومشاعر مؤلمة حست بيها وقت التجربة دي، فضلت متخزنة في مخها الأيمن، وكانت بتخرج كل ما بتشوف العربية. وخصوصا إن الأطفال لحد سن 3 سنين بيكون المخ الأيمن هو اللي مسيطر عليهم تقريبا، لأنهم مش بيكونوا لسه أتقنوا مهارة الكلام، فمش بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم في صورة كلمات. لكن لو كنا اتكلمنا معاها بعد الحادثة وخليناها تربط الصور والذكريات والمشاعر اللي حست بيها وقت الحادثة دي واللي خزنتها في الجانب الأيمن من المخ، وحاولنا على قد ما نقدر وعلى قد سنها إن احنا نخليها تبدأ تسرد الحكاية وتحول مشاعرها دي لكلمات باستخدام المخ الأيسر، كان الموضوع ده هيختلف معاها تماما، لأن ده كان هيخليها تتعرف على مشاعرها وتفكر في التجربة بشكل مختلف على قد سنها، وده كان هيبقى بمساعدتنا طبعا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي انت شفتيه؟ انت شفتي العربية ساعة ما اتخبطت؟ انت كنت خايفة صح؟ بس الحمد لله انت كويسة وبابا كمان كويس. وبكده كانت هتبدأ تطمن وهتبدأ تعيد تسمية مشاعرها وهتبدأ تفهم الأحداث وتبدأ تعيد تسمية مشاعرها. ربط المخ الأيمن بالمخ الأيسر في الوقت دوت هيخلي الموضوع بالنسبة لها عبارة عن تجربة، وده كان هيخليها تتخطى خوفها ومشاعر الألم اللي حست بيها في الوقت ده، لأنها لما تعرفت على مشاعرها وحولتها لكلمات وأعادت تسميتها تدها فرصة إنها تروض المشاعر اللي حست بيها في المخ الأيمن وخلاها تتخطى مخاوفها من التجربة اللي مرت بيها. وكده هنكون اتعرفنا على الاستراتيجية 1 والاستراتيجية 2 من 12 استراتيجية هنتعرف عليهم من خلال الكتاب. هتمكنك إنك تقدري تتعاملي مع أولادك في مواقف صعبة كتير مشابهة هتقابلك طول اليوم. تابعونا الحلقات الجاية عشان نتعرف على باقي الاستراتيجيات اللي هتساعدنا إن احنا نطلع أحسن مفعولاتنا. وبنفكرك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الفيديو عجبك ياريت تعمل لنا لايك وشير وتشير الفيديو لأمهات كتير عشان تستفيد. ونشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله. مع السلامة.